اول حاجه السمارت لوك ما بيشتغلش بكهرباء، هو بيشتغل ببطاريه. البطاريه بتاعته بتكون قويه جدا، بتقعد معانا مده كبيره جدا. لو النور قطع ده مش بيأثر عليها في اي حاجه، لان هو اوريدي شغال اصلا بالبطاريه بتاعته، مش بيحتاج اي توصيلات كهرباء. لو البطاريه فصلت شحن، اول حاجه احنا بنبقى عارفين قبلها، لان الكالون بيقول لي نسبه البطاريه كام في الميه، ومجرد ما توصل معانا لحد 20% واقل بيقعد يقول لي كل مره انا بفتح فيها الباب لو باور بليز تشارج. لو ما عرفتش او ما خدتش بالي مره في الثانيه هيكون فصل شحن خالص، عندي من بره حاجتين. اول حاجه في مانوال كي، يبقى مفتاح طوارئ، ده بيبقى مفتاح مانوال بفتح بيه الباب عادي. او لو مش معايا مفتاح المانوال، في مكان لباور بانك من بره بوصل بيه الكالون بيشتغل معايا، بدخل البيت اشحن البطاريه عادي. الموضوع امن جدا، صعب جدا يحصل هاك، لان السيرفرات هي مش في مصر، والسيرفرات بتاعتها قويه جدا جدا بمقدار عالي جدا، ان محدش يقدر يعمل هاك على السيرفرات ديت. ولو حصل اي مشكله السمارت لوك مالوش اكسس من السيرفر انه حد يخش على السيرفر ويفتح الباب، لا، انت الاكونت بتاعك انت اللي بتخش وبطريقه معينه تفتح الباب. فلو لا قدر الله حصل اي مشكله في اي وقت وحصل هاك على السيرفرات، السمارت لوك مش هيشتغل على الابلكيشن، هيقف. فده بيدينا امان عالي جدا. في عندنا 6 انواع للكوالين السمارت، كل حاجه بتشتغل لباب معين. الفروقات اللي هنا بتتحدد بناء عن احتياجات العميل. يعني في حاجه بتشتغل معانا بموتور، دي تقدر تشتغل ان احنا مجرد ما نحط الفينجر برينت او ايا كان طريقه الفتح، الباب بيفتح اوتوماتيك. في حاجه بتفرق معانا ان فيها كاميرا، في حاجه بفيس اي دي، في حاجه فيها انتركم، يعني اقدر اشوف اللي واقف بره البيت واقدر اتكلم معاه وهو كمان يسمعني، ومش لازم اكون في المكان حتى لو انا بره مصر او بره البلد اللي الكالون راكب فيه. الفكره كلها ببساطه ان السعر بيتحدد بناء عن الاوبشنز بتاعت الكالون اللي احنا محتاجينها. ان احنا اي حركه بتحصل على السمارت لوك بتجيلي بيها نوتيفيكيشن على الموبايل في وقتها. يعني لو حد فتح الباب بيجي نوتيفيكيشن، لو في محاوله اختراق حصلت ان حد حاول يلعب في الباسورد او يحط البصمه كذا مره غلط، بيجي نوتيفيكيشن ان في محاوله تخريب بره. لو حد حاول يكسر السمارت لوك او يفكه اصلا من مكانه، بيعمل سرينه في مكانه في البيت، وده بيعمل صوت عالي جدا، وفي نفس الوقت بيبعت نوتيفيكيشن على الموبايل ان في محاوله اختراق للباب.